بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. رمضان كريم يا رجالة، والنهاردة هنبدأ نتعلم ازاي نبدأ نتعامل مع الفاير بيز، ازاي نبدأ نرفع الداتا على الفاير بيز، وازاي نعرف نجيت الداتا من الفاير بيز. وهنبدأ نظبط الترانزاكشنز، ان احنا مش هنبقى نحطها بايدينا مانيوال كده، لا انت تبدأ تضيف ترانزاكشن يسمع في الفاير بيز، وتبدأ تجيت الداتا من الفاير بيز وتعرضها عندك في الابليكيشن بالشكل ده. فخلينا نبدأ الأول ونظبط البرانشز اللي احنا فيها، عشان احنا بقالنا الفيديوهين اللي فاتوا نسينا نتعامل مع الجيت هاب خالص. فخلينا دلوقتي نظبط الكوميتس. انت المفروض هنا في الكوميت بتكتب الديتيلز اللي انت عملتها بالتفصيل، تقعد تكتب كل حاجة، تبدأ تشوف الفايلات دي كلها وتبدأ تضيف بقى. انت والله انا عملت هوم اور لوجن سكرين، انا عملت الفاير بيز هيلبر، عملت كذا. تبدأ تشرح كل حاجة بالتفصيل عشان تسهل على الناس الشغل معاك. بس طبعا احنا هنعدي اي حاجة عشان نكمل الفيديو بتاعنا. احنا دلوقتي واقفين على البرانش بتاع الساين اب، احنا عايزين نقف على الديفلوبمنت. تمام، فاحنا دلوقتي ظبطنا الساين اب ورفعناه. تمام، وبعد كده عايزين نبدأ نشوف. انا عايز اروح على جيت هاب واشوف البرانش بتاع الديفلوبمنت. نخش على محفظتي. تمام، وعايز ابص على الديفلوبمنت، وخلينا نعمل اول البول ريكويست. فخلينا نشوف احنا عايزين نحط الساين اب على الديفلوبمنت. تمام، فهيمرج عادي. تمام، تبدأ تكتب له برضو انت عملت ايه هنا، بعد كده تعمل pull request، وهيتشيك لو انت تقدر تمرج اوتوماتيك. فانت تقدر، ده المفروض ان الحد اللي بيبقى المنتور بتاعك او التيم ليد بتاعك هو اللي بيعمل الخطوة دي. بس احنا كده كده بنتعلم الجيت هاب، فمفيش مشكلة، احنا عملناها كده. تمام. طيب، بعد ما ظبطنا الساين اب، انا دلوقتي عايز ببساطه ان انا اكريت برانش جديد. طيب، هكريت برانش جديد من ايه؟ من الديفلوبمنت. تمام، فانا هاجي اقف على الديفلوبمنت، وعايز اتاكد ان انا واقف على اخر ابديت من الديفلوبمنت، عشان انا مش واقف على حاجه قديمه، لا انا عايز اقف على اخر حاجه انا وصلت لها في الديفلوبمنت، وبعد كده ابدا ابني عليها البرانش الجديد. فانا هاجي الثلاث نقط اللي فوق دول، وهنعمل بول للديفلوبمنت. تمام، الاول كان ضارب لي ايرور هنا، انما دلوقتي عشان الويدجت دي ما كانتش موجوده في الابديت القديم بتاع الديفلوبمنت، انما دلوقتي بقت موجوده. فتمام، على كده احنا ماسكين اخر ابديت من الديفلوبمنت. فنبدا نيجي على الديفلوبمنت ونكريت برانش جديد نسميه features سلاش firebase. اهو، خلينا نبدا من الاول، نعمل new branch من الديفلوبمنت. تمام، وهنسمي البرانش features سلاش firebase. تمام، كده احنا واقفين على البرانش بتاع الفاير بيز. كده احنا جاهزين اننا نبدا على طول. تمام، طيب خلينا نبدا على طول. انا عايز اعدل بس في الديزاين حاجه معينه، ان انا هنا مش عايز دي الليتست ترانزاكشنز، لا انا عايزها تبقى ترانزاكشنز بس، وانا احط بوتن من هنا ان انا اقدر اللي اضيف الترانزاكشنز بتاعتي. يعني انا ببساطه اخش على الابلكيشن، هلاقي كل الكلام ده موجود، هتلاقي ترانزاكشن وهتلاقي دي فاضيه. تمام، فهلاقي بوتن من هنا، انا كل ما بصرف في حاجه معينه، يعني انا مثلا معايا 1000 جنيه، جيت صرفت منهم 200 جنيه، فهاجي ادوس بلس من هنا واقول له انا والله صرفت ال 200 جنيه دي في الكهرباء مثلا، او صرفت ال 200 جنيه اشتراك نت مثلا. تمام، فعايزين نظبط الحته دي. هنيجي في الاكسبنس، لا مش في الاكسبنس ستايل ويدجت، هنيجي في الهوم. تمام، الهوم اللي احنا واقفين فيه ده كله. تمام، وهنبدا نعدل. انا عايز دي ترانزاكشنز بس. تمام، وهشيل الالاين، مش محتاج الالاين. انا عايز التكست بتاعت الترانزاكشن دي احطها في رو، وفي الرو هتبقى ترانزاكشن على الشمال، وهحط لها ايكون بوتون، والاون بريس دخليها فاضيه دلوقتي، واديها الايكون بتاعتي.
تمام. وخلينا نعمل هوت ريلود. هتلاقي الايكون ظهرت. انا مش عايز الايكون دي، انا عايز ايكون اسمها بلس او اد، انا مش فاكر، خليها اد. تمام. تلاقي البلس ايكون ظهرت معاك هنا. تمام. انا عايز افصل ما بينهم، في عندك كذا حل، ممكن تحط سبيسر ويدجت ما بينهم، او ممكن تيجي في المين اكسس الاينمنت وتقول له سبيس بتوين، هتاخد لك المسافه دي كلها ما بينهم. طيب بعد ما عملت الاد بوتون، انا عايزه اول ما بيدوس على الاد فانا ابدا اوديه للسكرين اللي يبدا يدخل فيها الترانزاكشن بتاعته. فانا ممكن اجي في الويدجت اقول له add transaction screen dot ونخليها stateful، نقول له add transaction. تمام. ونيجي في البيلد هنبصيله، نقول له scaffold، والسكافولد هديله، نبدأ الأول بقى بار. تمام. ونسيبه فاضي حتى دلوقتي، ونديله البادي ونقول له خد الكولوم. الكولوم عبارة عن 3 تكست فورم فيلد. تمام. والفانكشن دي خليها دلوقتي، والفانكشن دي ودي خليها فاضية بالنسبة لي. تمام. طيب في دبل كوما هنا تشيل، ونعمل أول ما بيدوس على البلس أو الاد فأنا عايزه يعمل لي نافيجيتور دوت بوش، نافيجيتور دوت بوش، ونديله ماتيريال بيج راوت. في البيلدر نديله الاد ترانزاكشن. وخلينا نجرب. أول ما بدوس بيدخلني على السكرين دي، فأنا عايز أظبط السكرين دي شوية، فأنا ممكن أجي في الكولوم ممكن نديله بادنج 8، خليها 12، أو خليها سيمتريك، وأقول له الهوريزونتال 20 والفيرتيكال 12. تمام. طيب عايز أضيف تكست من فوق الاد ترانزاكشن، فممكن في الاد بار أديله تايتل، أقول له text add transaction. هتلاقي ظهر معانا. أنا عايز أسنتره فأقول له center title true، فأنت هتلاقي التايتل ظهر معاك في النص. تمام. وممكن نعمل إيه تاني بعد كده؟ طيب أنا بعد ما أخلص، بعد ما أضيف النيم، طب أنا عايز أزود السبيسنج شوية عشان حاسس إن الدنيا زحمة. ممكن أخليها 17، خلي دي 17. تمام. وبعد كده عايز أعمل البوتن عشان بعد ما أخلص أدوس سيف ويبقى مظبوط على كده. ممكن نيجي في ال children وهقول له my button، أديله ال child اللي هو التكست. my button ده اللي احنا عملناه في أول أو تاني فيديو، تقريبا بتاع اللوجن سكرين. سيف. تمام. وبعد كده الجريدينت بياخد مني جريدينت، فأنا هقول له linear gradient، والcolors هديله my colors الأورنج واليلو. تمام. وفي الأون بريست خليها فاضية دلوقتي. تمام. ده الشكل اللي طلع معايا. أنا عايز أظبط الأول التكست، فأقول له ستايل تكست ستايل colors black، لأ أنا عايزها colors white، وهديله الفونت سايز هقول له 18. تمام. ممكن نخليها 20. وتمام على كده ممكن اديله font weight dot bold، وزي الفل انا عايز اديله spacing، فممكن اديله size box height 30 مثلا، 30 دوت اتش.
فمظبوط ده الشكل اللي معانا. طيب انا عايز الارو، مش عايز الارو ده. تمام، فممكن تعدل الارو ده. فممكن نيجي هنا في الليدنج هنقول نديله ويدجت، نقول له ايكون بوتون. تمام، في الاون بريست هنعمل نافيجيتور دوت بوب، عايز لما ادوس عليه ارجع ابوب السكرين اللي انا فيها. والايكون ممكن اقول له ايكون ايكونز دوت ارو باك اي او اس، وبس هتلاقي الايكون اتغيرت معانا كده. تمام. طيب احنا اتفقنا ان احنا التكست فورم فيلد انا دلوقتي لسه ما عملتش اي حاجه، يا دوبك عملت الديكوريشن واديت له الهنت تكست واديت له البريفكس ايكون. تمام، بس هذا هو كل حاجه. والديت التكست فورم فيلد بتاع الديت انا عامل له حاجه اسمها ريد اونلي. ريد اونلي دي بتخليك مش قادر تكتب، يعني انا لو دوست في البرايس هيكتب عادي، انما لو جيت ابقى ادوس على الديت مش هيكتب اي حاجه، يا دوبك هيبقى كليكابل بس. تمام. طيب انا لو جيت عملتها فولس وجيت جربت الديت هتلاقي الديت ممكن تكتب فيه عادي، انما لو عملتها بترو فانت هتيجي تدوس على الديت مش هتلاقي اي حاجه بتحصل. تمام، ومديله الاون تاب، المفروض اول ما ادوس على الديت تكست فورم فيلد بتاع الديت يفتح لي الديت بيكر وابدا ابيك الديت بتاعي. دي الفانكشن اللي احنا لسه هنجيبها دلوقتي. تمام، وبس على كده. طيب خلينا نجيب الفانكشن ونيجي تاني. طيب وبعد ما جبت الفانكشن خلينا نحطها هنا. تمام. طيب انا الاول عندي كذا حاجه عايزين نتكلم عن الشو ديت بيكر. الشو ديت بيكر خلينا نتكلم عن الفيرست ديت واللاست ديت. تمام، انت دلوقتي لما بتفتح الكالندر او تفتح الديت بيكر انت بتحط له رينج، انا عايز ابدا من يوم كذا وانهي في يوم كذا. تمام، فانا دلوقتي الفيرست ديت ده انا اول ما بفتح ابدا لي من ديت تايم دوت ناو، يعني انا عايزك تبدا لي من النهارده يوم 16، انا عايزك تبدا لي من يوم 16. تمام. طيب اللاست ديت انت عايز تنهي الديت بيكر ده، عايز تنهيه عند رينج كام؟ انا عايز انهيه عند ديت تايم دوت ناو وتضيف لي عليه 30 يوم. فانا عايز انهي الديت بيكر عايزه ينهي بعد شهر من دلوقتي. تمام. طيب الانيشال ديت انت اول ما بتفتح الديت بيكر بيبقى فيه يوم كده معين بيبقى سيلكتد، فانت السيلكتد ده هو ده الانيشال ديت. تمام. طيب هو دلوقتي زعلان عشان الكنترولرز، فخلينا نجيب الكنترولرز. ودينا جبنا التكست اديتنج كنترولرز بتوعنا. ما هم التكست اديتنج كنترولر بتعرفهم تعمل لهم initialization النيم والبرايس والديت وبس على كده. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز دلوقتي في الانيت ستيت اقول له انت، انا مش عايز الديت كنترولر يبقى فاضي، عايزه يبقى الديت كنترولر التكست اللي هو يبقى هنا مكان الديت ده، فانا عايزه يبقى datetime.now.toString. تمام، ونقفل السيمي كولم. فانت باي ديفولت لما بتيجي تخش على السكرين دي المفروض يبدأ يظهر لي الديت هنا. تمام. طيب خلينا الأول نباصي السلكت ديت دي هو هي موجودة أصلا. ماشي، خلينا نعمل uncomment وخلينا نجرب. تمام، أنا عايز الأول أرستر الأبلكيشن. أنا دلوقتي لو دوست واخترت ديت معين أنا عايز الديت ده يظهر لي هنا مكان الكنترولر اللي موجود. طيب أقدر أعمل ده إزاي؟ انا عندي هنا حاجه اسمها select date، انا اوريدي عرفته واوريدي لما بيبيك الديت بيخزنها فيه. فانا متوقع بعد ما يخلص الفانكشن دي، يعني بعد ما يفتح الدايلوج ويبدا يبيك الديت اللي هو عايزه، فانا متوقع ان دي مش هتبقى بنل، هيبقى ليها قيمه معينه. فانا ممكن اخد السلكت ديت واتشيك بيها في الديت. فانا دلوقتي مش عايز الكونست، انا عايزه اقول له في الهنت تكست انا عايزك تتشيك لو السلكتد ديت لا يساوي null اعرض لي السلكتد ديت دوت string، انما لو بنل اعرض لي الديت. فانا دلوقتي السلكتد ديت ده يعني لو اليوزر ما اختارش اي حاجه، فاعرض لي الديت، انما لو اليوزر اختار اعرض لي السلكتد ديت اللي هو اختاره ده. تمام، خلينا نجرب. فانت دلوقتي عملنا سيلكت للديت بتاعنا، فانت دلوقتي يوم 28/3،
فانا لو جيت اخترت 31 مثلا فهتلاقي 31/3. فانت كل ما بتختار تلاقي اليوم اتغير. طيب والديت اللي ظهر معايا طبعا مش مفهوم، انا مش فاهم منه اي حاجه، فانت ممكن تيجي تضيف الباكج اللي اسمها انتل، انا اوريدي نزلتها اصلا، فتسيبه يعمل باب جيت ونكمل. فانت دلوقتي انت بتعرض له الديت تايم دوت ناو دوت تو سترينج. لا انا مش عايز كل الكلام ده، انا عايز الديت فورمات، عايز افورمات الديت، انا عايز اظبطه. فانا هاخد كل الكلام ده واطلع منه ديت شكله مفهوم لليوزر. تمام، فهقول له ديت فورمات، والديت فورمات ده هديله الصيغه اللي انا عايزها. فانا هقول له عايز ابدا بالداي، بعد كده المانث، بعد كده اليير. وخد بالك ان المانث سنسيتيف، يعني المانث لو عملتها سمول مش هتشتغل معاك، هتطلع لك بزيرو. تمام، فخلينا نعمل دوت فورمات الديت تايم دوت ناو. تمام، طيب مفيش اي حاجه تظهر معانا عشان احنا نسينا نباصي الكنترولرز للتكست فورم فيلدز بتاعتنا. فممكن نيجي نقول له كنترولر نيم كنترولر، وهنا هقول له البرايس كنترولر، وهنا هقول له الديت كنترول. تمام، فخلينا نرجع ونيجي من الاول. هتلاقي ان الديت متظبط معانا على كده. تمام، فانا دلوقتي انا بعرض اليوم بتاع النهارده ال16، فالنهارده 16/3/2024، فده اللي معروض قدام اليوزر. تمام، لو جيت تختار اي حاجه تاني مش هتظبط معانا. تمام، فانا ممكن اجي في الفانكشن عندي هنا، انا عندي الديت اللي انا ببيكه ده اللي هو انا مخزنه في حاجه اسمها بيكد. تمام، فانا لو البيكد عندي مش بيساوي selected date فانا عايزه يعدل لي التكست editing controller، عايز الديت كنترولر ده يبقى برضو formatted. فانا ممكن اخد ده زي ما هو واحطه هنا وهقول له selected date. تمام، فانا ممكن لو جيت دخلت باي ديفولت اختار لك يوم 16/3 اليوم اللي انت واقف فيه النهارده. طيب انا لو جيت اختار يوم 27 مثلا هتلاقي انه اختار يوم 27 وفورماتد. لو اخترت اي يوم تاني هتلاقي ان الايام كلها فورماتد. وتقدر تلعب في الفورمات زي ما انت عايز. يعني انا ممكن انا عايز الير تبقى رقمين بس، عايزها مثلا 24 بدل 20/24، فممكن تعملها واي واي. فممكن لو جينا اخترنا أي حاجة كده هتلاقي إنه ظاهر لك 24 بس. فأنت في كذا طريقة وفي كذا شكل للديت فورمات، تقدر تختار اللي أنت عايزه. تقدر تقرا في الدوكيومنتيشن بتاع الانتل باكج وهتلاقي كل حاجة ظاهرة معاك. خليها زي ما هي دلوقتي، أنا مش محتاج أعملها رقمين. طيب أنا بعد ما باخد من اليوزر النيم والبرايس والديت، بعد ما أدوس السيف المفروض أبدأ آخد الداتا دي من اليوزر وأروح أرفعها على الفاير بيز. فخلينا الأول نخش على الفاير بيز، على الفاير بيز كونسول، ونيجي نشغل الفاير ستور اللي هي الفاير ستور داتابيز، وهنيجي نقول له create database، وخلي كل حاجات على الديفولت، احنا مش محتاجين نغير اي حاجة. فخلينا نبدأ في التيست مود. تمام، وما تنساش تبقى تغير ده في الرولز. خلينا نعمل create الأول، وهنيجي في الرولز احنا عايزين allow read و write دايما. فأنا مش عايزه لو الوقت في حاجة معينة، لا أنا عايز read و write على طول. فنظبط الكلام ده، نشيل ال 2 commas وزي الفل كده. تمام، هتلاقي ده الفاير ريستور بتاعنا. فأنا ممكن أجي ونيجي في الكور في النتوركينج في الفاير بيز هيلبر، أنا عايز أبدأ أعمل فانكشن بتاخد مني التلات حاجات دول وبترفعها على الفاير بيز. تمام، فممكن نعمل future void، فممكن نسميها add transaction. تمام، وهبدأ آخد من اليوزر كذا حاجة. طيب
الأول أنا عايز منه النيم والبرايس والديت، وكمان عايز اليوزر اي دي. يوزر اي دي. تمام. وخلينا نبدأ في الفانكشن. فأنا الأول عايز أعرف فايرستور، فأنا ممكن أجي هنا أقول له فايربيز فايرستور. أنا ما ضفتش الباكج أصلا، خلينا نضيف، نعمل add dependency فايربيز فايرستور. هو هي كان اسمها ايه؟ أنا مش فاكر. فايرستور فلاتر كلاود فايرستور. فخلينا نضيف الكلاود فايرستور ونختار أول واحدة. وبعد ما ضفت الباكج هنقول له Firebase Firestore، ونيجي نعمل الإمبورت. تمام. ونبدأ نكتب الفانكشن بتاعتنا، نكتب Firestore دي هترجع لك فيتشر. خلينا الأول نعمل await، نعمل Firestore دوت collection. أنا عايز أبدأ أكريت collection أسميها transactions. تمام. وبعد كده دوت الدوكيومنت، انا عايز الدوكيومنت تبقى اليوزر اي دي. انا عايزك تتخيل معايا، انا دلوقتي عملت كوليكشن اسمها ترانزاكشنز. جوه الترانزاكشنز دي هبدا اعمل دوكيومنتس اوف اليوزرز. تمام. يعني انا جوه الترانزاكشن دي هبدا ارص اليوزرز بتوعي، والله مهاب هيعمل كذا، محمد هيعمل كذا، فاهمني؟ وهكذا نفس الكلام. فانا الدوكيومنتس اللي جوه الكوليكشن اللي اسمها ترانزاكشن هتبقى كلها اليوزر اي ديز بتاعتي. تمام. طيب جوه اليوزر اي دي، جوه كل يوزر، جوه الدوكيمنت بتاع كل يوزر هبدا اقول له انت البالانس بتاعك، عشان احنا عايزين نضيف البالانس وعايزين نضيف الترانزاكشن. فانا اقول له هعمل له تو كوليكشنز، تو سب كوليكشنز جوه الدوكيمنت بتاع الاي دي. فاقول له انت عملت انت عندك البالانس بتاعك كذا، وعملت ترانزاكشنز كذا. تمام. جوه كل كوليكشن هتبقى فيه الداتا بتاعتها. تمام. طيب خلينا نكمل. انا دلوقتي عملت الترانزاكشنز جوه كل دوكيمنت، هخلي اليوزر اي دي اللي انا هاخده من اليوزر، اللي هو اليوزر اللي متسجل دلوقتي عامل اوثنتيكيشن عندي في الابلكيشن. تمام. وانا مش عايز اعمل ست دلوقتي، انا لسه عايز اعمل كوليكشن تاني. الكوليكشن دي هسميها transactions. اوكي ماشي، هنخليها transactions عشان انا عايز اعمل كوليكشن تانية بعد كده لما نيجي نتكلم في البالانس. عايز اعمل كوليكشن اسمها بالانس ثانية. تمام. فخلينا نعمل transactions برضو، ونعمل دوت الاد، ونبدأ ناخد النيم، ناخد البرايس، وناخد الديت. تمام. لا زعلان، عايز ايه؟ عايز كوما. تمام. على كده فانا دلوقتي مقسم التقسيمه بتاعتي ان انا يبقى عندي ترانزاكشنز دي كولكشن اللي بره، جوه هاخد اليوزر اي دي. تمام. يعني جوه الترانزاكشن هخش على اليوزر، جوه اليوزر كل يوزر هيبقى ليه كذا حاجه، هيبقى ليه ترانزاكشنز، هيبقى ليه البالانس، ونظبط كل الكلام ده. تمام. وجوه الترانزاكشنز هيبقى شايله الداتا بتاعتها اللي هي النيم والبرايس والديت. وبس على كده. عايزين نحطها في تراي وكاتش عشان لو في اي ايرور نعرف نهندله. تمام. نحط دي في التراي، والكاتش خلينا نعمل print دلوقتي e.toString. وبس على كده. فخلينا نرجع نجرب الفانكشن بتاعتنا.
ماشي، انا عايز اول ما ادوس سيف اخد كل الكلام ده من اليوزر، وعايز اتاكد ان هما مش بنل. فانا ممكن اجي في السيف الاون بريسد، تمام. ممكن اجي اقول له النيم كنترولر دوت تكست لا تساوي null dot is not empty حتى and البرايس كنترولر مش empty، وعايز اقول له الديت كنترولر دوت تكست دوت is not empty. لو التلاتة دول مش فاضيين، فانا اوريدي انا خدت منه اي قيمة سواء كده او كده، ايا كان اليوزر بيعمل ايه انا ما يشغلنيش، المهم ان هو ما يسيبهمش فاضيين، تمام. وعايزين برضو نهندل حوار ان اللي داخل لي ده رقم، تمام. فانا ممكن اجي اقول له دلوقتي اعمل لي الفاير بيز هيلبر دوت اد ترانزاكشن دي هنملاها دلوقتي. اليوزر اي دي هقول له الفاير بيز هوست دوت انستنس دوت كارنت يوزر دوت يوزر اي دي، ولازم دي ما تبقاش بنال. فانا دلوقتي هشوف اليوزر اللي عامل لوج ان في الابلكيشن بتاعي او عامل اوثنتيكيشن في الابلكيشن بتاعي، فهجيب الاي دي بتاعه، تمام. طيب في النيم هقول له نيم كنترولر دوت تكست، والبرايس كنترولر دوت تكست، والديت كنترولر دوت تكست، تمام زي الفل. وبس كده، دي اخر حاجة النهاردة. هنتست اننا لما بنعمل الترانزاكشن بنشوف هتسمع الفايل ريستور ولا لا. وبس كده، استنوا البارت التاني. سلام عليكم.